لو عندك بقى كرتونة فاضية هاتيها وقصيها على شكل دواير بالشكل ده، وبجد هتعملي منها فكرة بجد اختراع، هتدعي لي عليها بجد دعوة حلوة كده من قلبك. وهاتي كمان شوية ردة او نخالة زي ما بتسموها في كل بلد، وتعالى نعمل بجد الفكرة دي هتعجبك قوي. وكالعادة يا بنات ما تنسوش تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم وتشاركوا الفيديو مع حبايبكم. ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده معايا كرتونة كانت فاضية، وابتديت ان انا اقصها على شكل دواير كده. انا عايزة منها بس على قد حجم اللي انا عايزاه، يعني 5 دواير بالشكل ده. وهجيب هنا طبق واحط فيه ردة، وهبتدي افرد على كل دايرة احنا عملناها بالكرتونة بالشكل ده من الردة دي او النخالة زي ما بتسموها بقى في بلدكم. هنبتدي بقى ان احنا نفردها كده ونركنها على جنب. هنجيب طبق وهنحط فيه الدقيق بتاعنا، نبتدي ان احنا ننخله. انا جبت هنا 5 كوبايات من الدقيق، هبتدي ان انا انخلهم كويس. واهم حاجه علشان تعملي اي مخبوزات وتطلع معاكي ناجحه، لازم تنخلي الدقيق بتاعك او تسمع زي ما بنقول عليه تشهدي الدقيق بتاعك. لازم ليه؟ عشان خاطر لو في اي رده او في اي حاجه كده مش مستحبه تطلع كده مع النخل الدقيق ده. هتبتدي هنا تجيبي 5 كوبايات من الدقيق، الكوباية المعيارية اللي أنا عايرت بيها دي، أو اللي هي حجمها 250 جرام، أو الكوباية اللي هي المج اللي في كل بيت. هوريها لكم برضو الكوباية المج. هبتدي هنا أنخل ال5 كوبايات الدقيق بتوعي كويس جدا. هبتدي بقى دي الكوبايه اللي انا بقول لكم عليها بتعاير نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللي هي الصفرا اللي هي دي الكوبايه المعياريه. هبتدي ان انا اجيب هنا طبق تاني واحط فيه 3 كوبايات من الميه الدافيه، ميه تكون دافيه معاكي. هنبتدي ان انا احط فيها نص معلقه من الملح ومعلقتين كبار من السكر، وهحط هنا معلقتين كبار من الخميره الفوريه. تمام كده. وهبتدي اقلبهم كويس جدا لغايه الحبيبات الخميره الفوريه بتاعتي دي ما تدوب يعني تماما. اهم حاجه ان هي الميه تكون معاكي زي رضعه البيبي كده، اللي هي بتكون دافيه، ما تكونش سخنه عشان ما تموتش معاكي الخميره. هبتدي احط ربع كوبايه من الزيت. ونقلبهم برضو بنفس الكلام زي ما قلت لكم، لازم تدخلي كل حاجه مع بعضها بالشكل ده. بس كده هبتدي بقى اضيف هنا الدقيق بتاعي. هضيف هنا ال5 كوبايات، لا انا مش هضيفهم كلهم مره واحده، انا هنزل كده حبه بحبه. هنزل بنصهم، وبعد كده لما احتاجهم تاني احط بقيه الدقيق بتاعي. اهم حاجه بقلب كده واحده واحده. وبعد كده لو خلاص انا هحتاج الدقيق كله، هحط الكميه كلها مره واحده. هحتاج ان انا احط ال5 كوبايات من الدقيق. تمام كده. اهم حاجه بقى وانت بتعجني العجينه دي بتكون بتلزق في ايدك، ما بتكونش لما احنا محتاجين عجينة لينة بتلزق في ايدينا. مش عايزين عجينة لينة ولا بتكون تكون يابسة معانا، لا احنا عايزينها عجينة لينة خالص وبتلزق في ايدك كمان. واهم حاجة في الخطوة دي انك تعجنيها كويس، واقول لك بقى هتعجنيها كويس ازاي. بصي هتجيبي بقى طبق فيه مية جنبك كده، وهتحتاجي ان انت تبلي ايدك في المية وتبتدي ان انت تعجني. اهم حاجة في المرحلة دي العجن كويس جدا عشان تربي عرق في قلب العجينة بتاعتك، وتبقى كده مطاطية وعاملة زي اللبان. طب انت هتعملي ايه يا اسماء؟ هنعمل النهاردة العيش الشمسي، وكمان هنعمله من غير شمس ومن غير مقارص اللي بتتحط عليه وبعدين يحطها في الشمس، وهنعمله كمان من غير شمس خالص. هنعمله بطريقة سهلة واي ست بيت تقدر ان هي تعمله. بصوا هنبتدي بقى، اهم حاجه ركزي كده في العجين بتاعه عشان دي بتكون اهم مرحله في الخطوات العيش الشمسي. بصي اهم حاجه طبق فيه ميه جنبك كده، وهتبتدي ان انت تبلي ايدك بحيث ان انت تعجني العجينه كويس، وتبتدي ان انت تلتيها كده من غير ما تلزق في ايدك وما ما تكونش مضايقاكي كده. بصوا بصوا بقى انا هنا فصلت الكاميرا شويه، وابتديت ان انا يعني خدمت العجينه بتاعتي كويس. بوريكم بقى انا كنت بعمل اهو بره الكاميرا كده، ببل ايدي وابتدي كده من فوق من تحت كده، من تحت لفوق بالطريقه ديت، وهو عمره ما هيلزق في ايدك. بصوا عمره كده عمر العجينه ما هتلزق في ايدي لغايه العجينه ما تتخدم معاكي كويس كده وتبقى مطاطيه وتربي عرق، ونتيجه العيش معاكي تطلع من فوق الممتاز. بصوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، شايفين كده العيش بتمط معاكي كده عامل زي اللبان. خلاص كده احنا مش بنسيبه بقى هنا يخمر معانا، لا احنا بنخمره على طول، هي تخميره واحده. تمام كده. العيش الاصلي بقى الشمسي بيخمروه على المقارص اللي هي اللي لو تعرفوها،
اللي هم بيعملوها دي من الورق، وبعد كده يسيبوا العيش يخمر في الشمس. بصوا انا هنا هوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. هنبتدي ان احنا نجيب كده، نقطع كده بايدينا قطعة من العجين، وهنا فرحنا طبق مليان دقيق يعني، وهنبتدي بقى ان احنا نحضر هنا الكراتين اللي احنا عملناها وعليها ردة كده فرحنا. يعني لازم يكون الثلاث حاجات دول موجودين في ريحك بالشكل ده. هتبتدي ان انت بايدك كده وهتقطعي رغيف العيش وتقرصيه على ايدك بالشكل ده. بصوا تفضلي تكوريه كده وتحطيه في الدقيق. يعني تكوريه الاول في ايدك، وايدك التانية بتكون نظيفة ما تجيش يم العجين خالص. وتبتدي ان تنزلي بالكرة دي على الدقيق، وتبتدي كمان ان انت تحطيها بقى على الايه، على الردة اللي انت حطيتيها على الورق اللي احنا قلنا عليه ده. الورق ده بيكون بديل للمقارص اللي هي بتتحط عليه العيش الشمسي وحطها في الشمس. بصوا الفكرة حلوة ازاي، هتكون سهلة معاكي وهوريكي بقى بقية الخطوات. بصوا هتبتدي ان انت تقطعي كده الرغيف، لو حبة الرغيف صغير، حباه متوسط، حباه كبير، اللي يريحك على قد بقى القطعة اللي هتقطعيها. انا هنا عاملاه صغير. بصوا هنبتدي ان احنا ايه، نحطه كده. اهم حاجة وانت بتقطعي تاخدي بالك كده ان انت ايه، تكوريه على ايدك الاول، وبعد كده تنزلي في الدقيق، وما تعصيش ايدك التانية، علشان ايدك التانية دي هي اللي هتلمس كرة العجينة من تحت بالدقيق بتاعك، علشان ايه، تعرفي ان انت تشتغلي كويس. بصوا هتبتدي بقى تنزلي بالكرة دي على الردة كده، وهتبتدي تسيبي ايدك يعني تضغطي كده على العجينة من فوق عشان تسيب كرة العجين بتاعتك دي. بصوا دي كانت اخر واحدة، وهتبقى الرغيف ده كبير عشان ايه، دي اخر بقى كرة معانا. بصوا انا ببتدي احطها في الدقيق، وبعد كده بسيبها واقرص عليها بايدي كده بحيث ان هي تنزل معاكي بكل سهولة. خلاص كده خلصناهم. طب بعد ما خلصناهم هنعمل ايه؟ هنبتدي كده ان احنا نسيبهم بس دقايق معدودة لغاية الوش بتاعهم ما ينشف شوية، علشان احنا نعرف ايه، نعرف ان احنا نبططه كده بايدينا ما يلزقش في ايدك، او تبل ايدك بس حاجة بسيطة كده من الدقيق، تعصيها دقيق بس حاجة بسيطة، وتمشي على الرغيف العيش بتاعك كده. بس اهم حاجة ان انتي ما تفردوش قوي، علشان يكون كده فيه يعني يكون السمك بتاعه حلو بعد ما يستوي معاكي. بصوا هوريكم دلوقتي لو حسيت ان هو لزق في ايدي هوريكم هعمل ايه. بصوا انا حسيت كده ان هو بيلزق، هبتدي ان انا احط ايدي كده في الدقيق وامشيها على وش الرغيف، مش بخلي السمك بتاعه يتفرد قوي معايا، لا. بصوا انا بفرد السمك بتاعه على حسب حجم الرغيف بتاعي. يعني الحجم الرغيف ده كان كبير، فانا عملته على حسب الحجم بتاعه. بصوا ده بقى اللي هم انا عاملاهم في الاول، الرغايف اللي هي عاملاها في الاول كانت صغيرة، عملتها برضو على نفس الحجم بتاعها، مش بفرد قوي. بس كده، دي خلاص كده خلصنا المرحلة دي. هنبتدي بقى ان احنا نسيبه هنا لما يخمر براحته خالص. هتسيبيه لما يتضاعف حجمه. بصوا ضاعف حجمه بالشكل ده، ده بيكون الخمر بتاعه يعني ما تزوديش عن كده. هتسيبيه مثلا نص ساعة، علشان احنا اصلا في الحر وهيخمر معاكي على طول، وفي الحر يعني بيخمر معانا بسرعة. ماشي. هتقولي لي طب العيش الشمسي يا اسماء مش بيتحط له في العجينه لا سكر ولا زيت؟ هقول لك جربي الطريقه ديت، وبجد هيطلع العيش من لما تخلصي كده ويطلع وشه بجد يعني تحفه، ويطلع وشه كده ايه، لونه ذهبي واخد اللون الحلو اللي مش هتاخديه لو ما حطيتلوش معلقتين السكر وحبه الزيت اللي احنا حطيناهم دول. ماشي. هنبتدي بصوا بعد كده ما خمر معانا، هتجيبي بقى العيش بتاعك، وتبتدي ان انت تجيبي صينيه، وتبتدي ان انت تقلبيه على ايدك. بصوا اهوت انا ماسكاه على ايدي وقلبته على ايدي اللي هي النظيفه، وبعد كده رجعته تاني. طب انت بتعملي الخطوه دي تاني ليه؟ علشان يعني نخف الرده اللي احنا حطيناها دي، او نخف النخاله الموجوده ديت، علشان خاطر ما تتحرقش معانا في الفرن. بصوا بتخفيها كده، بس اهم حاجه وانت بتقلبيه وانت بتخفي كده الردة من عليه، ما تضغطيش علشان خاطر ما تفضيش الخمر منه، بس بالراحة كده، وبفضي ايه الردة اللي هي الزيادة في طبق غويط كده او في صينية، علشان خاطر ما تبهدليش الدنيا. هوريكم كذا واحدة اهو. بصوا يعني الايد التانية ماسكاه، والكف ايدي التاني بقلب عليه، وبعد كده برجعه عليها بعد تاني. ما قلبت العيش بتاعي كده ونفضت الردة من عليه، هبتدي ان انا اسيبه كده كمان 5 دقايق او ربع ساعة، لغاية بس كده وشه ما ينشف، او الردة دي الوش بتاعها ما ينشف كده، علشان بحيث لما اجي اجيب بقى اخر مرحلة واكون مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة،
واجيب السيجان بتاعتي. انا كده انا بصوا ما رضيتش ان انا اسويه في الفرن اللي هو الفرن الغاز، عشان لو خاطر ما عندكمش فرن غاز وحابين تسووه في الصواني، انا بوريكم اهو بتكون سهله كده لو عايزه تعمليه في الصواني. بصوا هتجيبيه بقى على الوش بقى اللي هو اللي انت هتسوي عليه ده، الرده بتكون الوش بتاعها تحت، والوش التاني اللي هو معلهوش حاجه بيكون فوق. طب الصواني بتاعتنا دي بتندهن ولا لا؟ انا بصوا دهنتها حاجه بسيطه كده من الزيت علشان خاطر الرده ما تلزقش فيها وما تتحرقش معاكي. يعني تهين الصواني بتاعتك كده حاجه بسيطه. بصوا انا بقلب كده الرغيف بتاعي بحيث ان الرده تكون هي اللي تحت والوش بيكون نضيف من فوق. لو في حاجه زياده كده بالراحه وانت بتعمليها. هتكوني مشغله الفرن بتاعك بقى على اعلى درجه. انا حطيت هنا في الفرن اللي هو الغاز، زي ما قلت لكم ما رضيتش ان انا اسوي في الفرن اللي هو العادي، مش هاحتاج ان انا احط بقى في صواني او في كلام من ده. كنت على طول هحط في الصاجه بتاعه الفرن واسويه بيتضاعف حجمه ما شاء الله بالشكل ده. خدي بالك بقى من التسويه، بتكوني مشغله الفرن من قبلها، بيكون الفرن سخن مولع. هتبتدي ان انت تشغلي من تحت، ولو احتجتي تشغلي الشوايه علشان الوش بتاعك شغلي الشوايه. بس انا ما احتجتش ان انا اشغلها، وما شاء الله خد اللون لوحده كده وما شاء الله كان تحفة. بصوا الجمال بتاعه. عايزة اقول لك كده هتاخدي الوش الذهبي الحلو ده من شوية السكر اللي انت حطيتيهم حبة الزيت. هو اصلا الطريقة الاصلية مش بيحطوا زيت ولا سكر، بس انا حطيتهم كده علشان اخد الوش الحلو ده. وزي ما قلت لكم كمان لو عايزه بقى تعملي الطريقه الاصليه، هم هنا يعني بيجيبوا دبوس كده، ومن تحت الرغيف قبل ما تحطيه في الفرن بتديه يعني تشريطه كده بالدبوس بتاعك بتفتحيه كده. بس انا ما حبيتش اعمل الخطوه دي، حبيت ان انا كده اسيبه زي ما هو كده. بصوا ما شاء الله. بصوا فتحت كده، فتحت لكم واحد وشوفوا الطراوه والهشاشه والحلاوه بتاعته من جوه عامل ازاي. بجد خطير، عايزاكم تجربوه علشان هو ده اللي يعني هيعجبكم قوي وهتشكروني عليه وهتدمنوا الوصفه دي بجد. بصوا سهل ازاي، لا محتاجة شمس ولا محتاجة مقارص ولا محتاجة. هيجربوا الفكرة بتاعتنا النهاردة وهي هتعجبكم اوي. بصوا جربنا كمان واحد اهو، جربنا كمان رغيف. بصوا الحلاوة. عايزة اقول لكم كده عامل زي الكيكة الاسفنجية. بصوا يعني تعمليه كده تمطيه على بعضه يتمط معاكي، يعني تضغطي عليه يرجع معايا يرجع لك تاني. بصوا اسفنجي خالص وهش وطري وما شاء الله بجد هتحبيه قوي. وبجد جربوا العيش ده علشان بجد هتدمنوه. عايزه اقول لك بقى احلى حاجه تاكليه معاه شويه الملوخيه شويه باميه، بجد هتاكلي صوابعك وراه كده. عايزه اقول لك بقى اللي هتحتاجي ودن قطه ان انت تعملي كده وتاكلي بالملوخيه بتاعتك. عايزه اقول لك هو عامل كده زي السفنجه، هيشرب معاكي الطبيخ اللي انت بتاكلي بيه. بصوا بصوا الحلاوه. جميل يا بنات وهش وخفيف وخفيف على المعدة وبجد تحفة. عايزاكم تجربوه تقولوا لي رأيكم، علشان انا بحب ان انا اسمع رأيكم في الكومنتات عشان بتشجعوني وبتحسسوني كده ان انا الفيديو بيكون بتستفيدوا منه، وبعمل لكم افكار تانية وبتشجعوني ان انا اقوم اصور تاني. بصوا الحلاوة، بصوا الجمال. عايزاكم تشيروه مع اصحابكم علشان يدعوا لكم دعوة حلوة عليه. ويا رب يكون عجبكم يا بنات واشتركتوا في القناة وتشيروه مع اصحابكم. وما تنسوش تحطوا لي لايكات حلوة عليه كتير عشان تشجعوني. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.